من الاخر مع محمد شبانة، ومساءكم دايما زي الفل. نقول مبروك، نقول مبروك لجمهور الاهلي، نقول مبروك للاعيبه الاهلي، نقول مبروك للجهاز الفني للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي، نقول مبروك على احلى او واحد من احلى المواسم اللي ممكن يعملها فريق لكرة القدم في تاريخ الفرق المصرية. الاهلي كسب المصري 1-0 والزمالك اتعادل مع بيراميدز 1-1. الاهلي الان متصدر الدوري المصري. يا برضو شكل الدوري والاهلي متصدر غير، يعني مختلف تماما عن شكل الدوري وبيراميدز المتصدر بصراحة. يعني الاهلي متصدر دلوقتي الدوري المصري متساويا مع بيراميدز في عدد النقاط، لكن الاهلي متصدر بفارق الاهداف. الاهلي 69 نقطة وبيراميدز 69 نقطة. الاهلي لعب 27 مباراة وبيراميدز لعب كام؟ 30 مباراة. شفت الفارق بقى؟ الاهلي كسبان 22 مباراة اكتر من بيراميدز اللي كسبان 21 مباراة. الاهلي متعادل 3 بس وخسران 2 بس. بيراميدز متعادل 6 وخسران 3، وعدد النقاط 69 لكل نادي. وبيراميدز لعب 30 مباراة والاهلي لاعب 27 مباراة. اذا كسب الاهلي مبارياته المتبقية يفرق الدوري بقى كام عن بيراميدز؟ اذا كسب كمان بيراميدز يا عم الاربع ماتشات اللي باقيين يفرق الدوري 9 نقاط. 9 نقاط. شفت الاهلي لما بيخض المنافس خضه بيحصل له ايه؟ عارف انت لما تخض عيل صغير خضه ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي الميه على الارض. اهو الاهلي عمل في بيراميدز كده. بعد ما كان بيراميدز داخل قبل 3 ماتشات متصدر ويعني وفارق عن النادي الاهلي بكتير وقلبه جامد، الاهلي كسبه ماتشين ورا بعض وبعدين كسب المصري 9 نقاط. اهم 9 نقاط للاهلي في الدوري ورا بعض. بيراميدز اخر 3 ماتشات جايب نقطه واحده، جايب نقطه واحده، ماتشين مع الاهلي وماتش مع الزمالك. مبروك للاهلي الفوز النهارده المهم جدا على وسام ابو علي. هدف لوسام ابو علي، هداف الكبير دلوقتي في النادي الاهلي، الهدف ال 12 ليه، واول هدف يجيبه للاهلي براسه. الجول في الدقيقه 62 تمريره لحسين الشحات، طلع لوسام براسه زي الصقر، حطها على شمال حارس المرمى عشان خاطر يؤكد صداره الاهلي لبطوله الدوري، ويؤكد الانتصار الكبير للنادي الاهلي، ويؤكد ان هو احد المساهمين في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، احد اهم المساهمين. لازم وانا بتكلم عن المباراه قبل ما اخش في التشكيل وفي الحواديت دي اقول حاجه على مارسيل كولر اللي قدر النهارده ان هو يعني يحقق نجاح كبير جدا جدا. الانتصار ال16 مع الاهلي في الدوري على التوالي، على التوالي. يعني بيراميدز لما وصل ل 14 قلب الدنيا، الاهلي دلوقتي 16 انتصار. في تاريخ الدوري المصري ده كله مدرب واحد بس اللي قدر يعمل 17 انتصار متوالي، كان مانويل جوزيه مع النادي الاهلي في موسم 2004 2005 وما ادراك هذا الموسم. الموسم ده على فكره كان موسم عظيم جدا. الاهلي خسر فيه 4 نقاط مثلا، تعادل ماتشين بس وكسب باقي الماتشات كلها. كولر بيقترب من هذا الانجاز الكبير لمانويل جوزيه. باقي مباراة واحدة اللي هي الجاية، إذا كسبها النادي الأهلي قدام سيراميكا يوم الاثنين، إذا كسبها النادي الأهلي يبقى مارسيل كولر يتساوى مع مانويل جوزيه في عدد المباريات 17 مباراة. إذا كسب اللي بعديها هيعمل إنجاز المباراة 18. ممكن شوف التاني الرقم قاعد من سنة 2005 اتكسر موسم 23-24، على الاقل 20-30 سنه هيفضل الرقم باسم مارسيل كولر. مارسيل كولر يا جماعه واحد من اهم المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. تخيلوا النهارده لعيب مروان عطيه كان فرحه من يومين وراح المعسكر والتزم، وانا بشيد بالتزامه، لكن ما يقدرش يلعبه. يعني لعيب خارج من جواز ويعني ما كملش 48 ساعه، الفرح ما كملش 48 ساعه، وفاكك طبعا وانبساط وفرحه وجواز وحاجات زي كده. ومعاه واليو ديانج قبل الماتش
النادي الخلود السعودي بيهدد انه هو هيبوظ الصفقه، مش عايزها اذا لم يرحل اليو ديانج يتجه الى تركيا عشان يخش فتره الاعداد بتاعت فرقته. يوم يخرج من معسكر النادي الاهلي اليو ديانج ويركب الطيار، او المفترض هكذا يعني، ويسافر لنادي الخلود السعودي قبل ساعات من مباراه الاهلي والمصري، ولا يتحدث مارسيل كولر، ولا يعني بص، ولا يقول ليه، اشمعنى، ازاي، فين، طب انا اعمل ايه، طب ما عنديش لعيبه، على طول كريم نيدفيد جاهز خش، ما عندوش اي مشاكل. وده شيء يحسب للمدير الفني الحقيقه مارسيل كولر، انك تجهز لعيبتك كلها، انك تثق بهذا الشكل في لعيبتك كلها. الاهلي لعب النهارده بتشكيله يعني المعتاده له، تغييرات بقت في اضيق الحدود، محمد الشناوي في حراسه المرمى، كريم فؤاد على الشمال، محمد هاني على اليمين نظرا لايقاف خالد عبد الفتاح، مباراه بعد طرده انذارين في مباراه بيراميدز اللي فاتت، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم في الدفاع، نص الملعب لعب بكريم نيدفيد جنب اكرم توفيق ومعاهم امام عاشور، لعب قدام برضا سليم في اليمين، حسين الشحات في الشمال، ووسام ابو علي الهداف مهاجم. الاهلي الشوط الاولاني بان ان اللعيبه عندها نوع من الضغط النفسي الكبير. انا يعني اول ربع ساعه تلت ساعه عدد من الميس باص كان غريب جدا من لعيبه النادي الاهلي. يعني اللي مش متابع الاهلي الماتشات الاخيره هيقول ايه ده، ازاي ده بطل دوري، او ازاي ده هيكسب دوري؟ لا، النادي الاهلي عليه ضغوط نفسيه رهيبه جدا، مأثره على اللعيبه بتاعته جدا، غير الضغط الارهاق البدني، غير الارهاق الذهني. في عدد من الميس باص كان غريب جدا. وعمل الاهلي بعض المحاولات الشوط الاولاني كله في تسديده لحسين الشحات، وكوره لامام عاشور اللي شاطها بشماله جنب العارضه بتاعت محمود جهاد حارس مرمى المصري كل الشوط الكوره بتاعت صلاح محسن اللي بدماغه. ده الشوط الاولاني. الشوط كان صعب جدا، ودي من الماتشات اللي بتبقى مقفوله جدا تجيب جون تتفتح، لكن تركيز النادي الاهلي في الشوط الاولاني كان الى حد ما مش 100%. الشوط الثاني نزل النادي الاهلي باصراره عشان خاطر يكسب هذه المباراه، وقدر فعلا يجيب وسام ابو علي الهدف في الدقيقه 62 بتمريره بشماله رائعه من حسين الشحات كالعاده. وقتي في لعيبه في الاهلي بقى معروف انهم نجوم المباراه، تقول حسين عبد الشحات، تقول محمد عبد المنعم، تقول اكرم توفيق، تقول مروان عطيه، انا كده هقول الفرقه كلها وسام طبعا ابو علي ورامي. الحقيقه الاهلي بقى الفرقه بتاعته كلها نجوم كبار جدا. فاحرز الهدف وسام في الدقيقه 62، الكره بالعرض طلع بدماغه قويه جدا جدا، دانا حطها زي الدانا كده، طلعت من المدفع زي الدانا ما بتطلع من المدفع، الكره طلعت من دماغه زي الدانا ما بتطلع من المدفع، حطها بدماغه قويه جدا على شمال محمود جد عشان يتقدم الاهلي 1-0. بعض التغييرات كده عملها بسرعه، حاول كابتن علي ماهر، نزل فخر بن يوسف، ونزل دغموم، ونزل يعني قبليها نزل يوسف الجوهري، ونزل حسن علي. النادي الاهلي عمل تغييرات، نزل عمر كمال عبد الواحد في الاخر، يعني في اخر يمكن مكان امام عاشور في اخر 5-6 دقايق، نزل كمان قفشه مكان حسين الشحات، ونزل محمود كهربا مكان وسام ابو علي. لكن رتم المباراه مشي على وتيره واحده، الاهلي محتفظ بالكوره وبيحاول ان هو يعزز الجول بتاعه بجول تاني، والمصري بيحاول يجيب جول كان صعب جدا عليه. محمد الشناوي طبعا عامل امان ضخم جدا في حراسه الاهلي. الدفاع كان النهارده رائع جدا بتاع النادي الاهلي عشان يكسب المباراه 1-0 النادي الاهلي، ويعزز صدرته للدوري الممتاز لاول مره برصيد 69 نقطه، يتساوى مع بيراميدز علشان خاطر يبقى فرق الاهداف لصالح النادي الاهلي، ويتصدر لاول مره هذا الموسم. عارف فرق الاهداف الاهلي كام؟ 61 جول، وبيراميدز 52 جول. فرق الاهداف يعني بين الاثنين لصالح النادي الاهلي حوالي 9 تجوال لصالح النادي الاهلي. نادي الزمالك نادي مش صغير، ونادي الزمالك نادي محترم،
ونادي الزمالك نادي يعني بيتحمل المسؤوليه ولا ينظر للاخرين الحقيقه. يعني النهارده رغم الظروف القاسيه والغيابات الكتير اللي عنده عمل ماتش كبير قوي قدام بيراميدز، تعادل 1-1، تعادل صب في صالح النادي الاهلي طبعا، لانه اوقف بيراميدز ايقاف ثالث بعد خسارته من الاهلي ماتشين ورا بعض. كان عايز يكسب الزمالك ويفوق، لكن الزمالك بحارس مرمى شاب قدر يتعادل مع بيراميدز 1-1. مصطفى شلبي جاب الجول بتاع الزمالك بكوره يعني هتخض رائعه بعبد الله السعيد. على فكره عبد الله السعيد عامل 11 اسيست مع نادي الزمالك هذا الموسم. المباراه انتهت بالتعادل 1-1 بين الفرقتين، ويحرز نادي الزمالك نقطه مهمه جدا في طريق وصوله الى المربع الذهبي. الزمالك رفع رصيده ب 49 نقطه، بيراميدز توقف رصيده عند 69 نقطه، والزمالك في المركز الخامس اقل من مودرن بنقطه واحده، هو اقل من مودرن في عدد المباريات 3 مباريات. اما النادي المصري في المركز الثالث ب 52 نقطه بعد خسارته من النادي الاهلي، فارق 3 نقاط فقط عن نادي الزمالك، وفارق 3 مباريات الزمالك اقل من النادي المصري، مباراه واحده تكفيه علشان خاطر يصل الى المركز الثالث من الدوري الممتاز. ومساءكم دايما زي الفل.